السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، الحلقة رقم 15 في المصطلحات القانونية اللي بنتكلم عنها عشان الكل يبقى عارف أبعادها ومعناها وملم بيها. القاعدة النهاردة بتقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إزاي الكلام ده؟ أنا النهاردة مدعي، فرافع قضية بهدف ان اثبت فيها حق ليا طرف شخص تاني او طرف جهة حكومية او ايا كان المدعى عليه. هنا المدعى عليه مش هو اللي هيثبت، انت النهارده اللي مدعي وانت اللي محتاج تثبت دعواك بكافة طرق الاثبات. المدعي عليه ممكن يحلف وخلاص. البينة على المدعي واليمين على من انكر. انت النهارده قلت ان انا ليا عندك فلوس، وانا قلت اللي ما عندها مالكش عندي مثلا، فانت ممكن تثبت بكافه طرق الاثبات المعروفه، وانا ممكن اقصى طموحاتي ان انا احلف اليمين ان انت مالكش عندي فلوس وتنقضي الدعوه. فانا عايز اقول لك البينة على المدعي يعني انت طول ما انك انت اللي رافع القضيه وانت اللي بتطالب حق، انت اللي محتاج تثبت حقك بكافه الطرق اللي ممكن تأهلك للوصول الى حقك. انتظروني في فيديو جديد ومعلومه جديده.